مرحبا بكم في قناتنا الرسمية. يسعدنا أن نقدم لكم محتوى مميز يسلط الضوء على كل ما يخص فريقنا العريق من أخبار وتحليلات وفعاليات. ندعوكم للاشتراك في القناة لتكونوا دائما على اطلاع بكل جديد، ولتشاركوا معنا في دعم الفريق الذي يجمعنا جميعا. انضموا إلينا في هذه الرحلة الرياضية وكونوا جزءا من عائلتنا الكبيرة معا نحو مستقبل مشرق. آخر أخبار شبيبة القبائل اليوم. يبدو أن جلب اسم يغطي النقص الذي أصبحت تشهده الجهة اليسرى من دفاع شبيبة القبائل أكثر من ضروري، بما أن هذا المنصب يمثل نقطة قوية حقيقية في أي فريق، خصوصا إذ كان لديك لاعب متمرس فيه. وعلى ضوء ما سلف، أشارت بعض المصادر إلى أن إدارة شبيبة القبائل بسبب الفصل بين لاعبين، أولهم لاعب أقل من 16 للمنتخب الجزائري سابقا بن حامد، واللاعب الدولي الأولمبي مالي، حيث سيتم اتخاذ القرار فرضا على إدارة النادي. وفي ختام حديثنا حول استخدام اللاعبين، نجد أن أنصار شبيبة القبائل يعبرون عن آراء متنوعة. البعض يرى أن هذه الصفقة تمثل إضافة قوية للفريق، حيث يتمتع اللاعبان بمهارة عالية وخبرة تعزز من أداء الفريق في المنافسات القادمة، بينما يعتبر آخرون عن قلقهم بشأن انسجام اللاعبين مع المجموعة الحالية وتوافق أسلوب لعبهم مع فلسفة المدرب. ومع ذلك يبقى الأمل معقودا على أن يسهم كل من بن حامد ومالي في تحقيق أهداف الفريق وجعل شبيبة القبائل في صدار المنافسات. إن دعمكم ومساندتكم كأنصار هو ما يجعل هذا الفريق قويا، فلنستمر جميعا في الوقوف خلفه في كل خطوة.